بص يا صديقي، جبت لك المهارة اللي محيرة العالم كله. حتى أنا شخصيا ما كنتش بعرف أعملها، بس وصلت فيها لمرحلة متقدمة جدا وبقيت بعلمها للناس كلها بشكل احترافي. المهارة دي مطلوب منك حاجة واحدة بس قبل ما أقولك عليها يا ريت تعمل لي متابعة، علشان أنا بنزل لك كل يوم فيديو بتكلم فيه عن مهارات السباحة، إزاي تعلمها وإزاي تتعلمها. مهم جدا إن أنت تتابعني الفترة اللي جاية، لأن أنا بنزل كل يوم فيديو بتكلم فيه عن مهارات تخص السباحة. المهارة اللي انت شايفها قدامك دي انا وصلت بيها لمرحلة احترافية جدا، وعلمت كمية ناس اللهم لك الحمد. قدرت اوصل بيهم ان هم بقوا بيقفوا في المكان العميق وبيتصلوا بيا لغاية النهاردة وبيبعتولي وبيشكروني على المهارة اللي انا علمتها لهم. عايز تتعلم المهارة دي يا بطل؟ مطلوب منك حاجة واحدة بس، ان انت تاخد نفس عميق، تكتم النفس ده جوه صدرك وترجع راسك لورا، وتركز شوية ان انت يبقى عندك شوية ثقة وشوية ثبات. مجرد ان النفس بتاعك خلص النفس اللي معاك، طلعه كله مرة واحدة وارجع املى صدرك نفس تاني. طب ايه الفكرة في النفس؟ النفس اللي انت بتاخده ده بيساعد جسمك ان هو يعمل طفو على المية، كأن صدرك اتملى هوا زي البالونة او اللايف جاكيت، بيعمل لك طفو على المية. الطفو على المية ده بيساعدك ان انت تستقر على المية مع شوية ثقة وثبات. مع الممارسة هتلاقي نفسك بقيت واقف في المية والدنيا معاك مستقرة تماما. هنزود عليها بس ان انت هتحرك ايدك كده زي ما انت شايف في الفيديو، هتحرك رجلك كمان، هيكون في تناسق ما بين حركة ايدك وحركة رجلك والنفس اللي جوه صدرك. تلاقي نفسك وقفت في المية بالساعات. تابعني يا بطل الفترة اللي جاية، واعرف ان انا بنزل لك كل يوم معلومة هتساعدك كتير قوي في مهارات السباحة. شكرا ليك.